هاي عليكم، صباح الخير. صباح القرارات السريعة الوقتية. بابا علمني كده، لما تبقي معدية في مكان وتلاقي حاجة قدامك والصدفة البحتة هي اللي وصلتك ليها. أنا كنت أصلا راكبة ورايحة المستشفى لأسماء عادي، فجأة ببص لقيت قصر، لأني من اسكندرية فمش عارفة، لقيت قصر الأمير محمد علي قدامي. بما إني بعشق الحاجات دي جدا والحاجات التاريخية جدا، بحب أكون هنا جدا. كنت عامله حسابي النهارده هروح المعز. انا بحب اتفسح لوحدي جدا، بحب اطلع لايف، بحب اتفرج قوي، بحب اتمشى، وبحب القاهره جدا على فكره بقى. عايزه اقول لكم ان انا لقيت نفسي، يعني انا راكبه الميكروباص عادي، هوب لقينا نفسنا قدام قصر محمد علي، فحاجه كده تحفه. فالراجل بيقول لي انت مش نازله المستشفى؟ قلت له لا هنزل هنا. فنزلت ويلا بينا نتفرج ونشوف، لان المكان حلو من بره وعجبني. وانا الحاجات اللي بتجيلي بالصدفه دي ببقى عارفه ان ربنا رايد لي يوم مختلف وحاجه مختلفه جدا، فانا ما بكدبش خبر، يعني ما بلحقش افكر اصلا. بابايا معلمني كده، لما تلاقي حاجه قدامك والحاجه تستاهل خشي على طول وبقلب. خشي، لان ربنا هو اللي بيبقى يعني هو المختار تروحي فين وتعملي ايه وتاكلي ايه وتكوني بتعملي ايه بالظبط. فانا قدام قصر الامير اهو، مكتوب شارع السراي، هوريك يا شاهندة، مكتوب قصر الامير محمد علي. انا ركبت من ميدان الجيزه ميكروباص رايح ناحيه السيده زينب عند مستشفى الفرنساوي عشان نازله الاسماء صاحبتي. اوكي، بس اهو حاجه كده حلوه قوي اهو، مكتوب شارع السراي بس انا مش عارفه فين، فاحنا هنسال هو احنا هنا فين. منيل. طيب احنا هنا في المنيل، مكتوب جنبي على طول حديقه المنيل اهي هناك، والقصر اهو، وواضح ان هم عشان الصلاه فهم قاعدين مستنيين الدخول. فيلا بينا ندخل ونتفرج ونشوف ايه اللي جوه مستنينا في قصر الامير محمد علي. ومكتوب انشئ هذا القصر، لا انشأ هذا القصر الامير محمد علي باشا نجل المغفور له الخديوي محمد توفيق. يلا بينا، ومغامره جديده بالصدفه البحته طبعا، نتفرج. حلو جدا على فكره اهو. بحاول اجيب لكم على قد ما اقدر، استنوا بحاول اعمل الكاميرا الناحيه التانية عشان تشوفوا. اظن كده باين صح. يلا بينا، واديني اهو الباب اتفتح، خلينا نتفرج على القصر من بره ونشوف جوه فيه ايه. حاجات الصدفه دي يا جماعه ما بتستناش. لا مش القلعه يا شاهندة، قصر الامير محمد علي في المنيل. قصر الامير محمد علي في المنيل، الشارع اهو من بره اهو، مكتوب هنا الناحيه دي حديقه المنيل اهي على اليمين اهي. احنا هنا في المنيل اهو، مكتوب انشئ هذا، مش انشئ انشأ هذا القصر الامير محمد علي باشا نجل المغفور له الخديوي محمد توفيق لاحياء الفنون الاسلاميه اجلالا لها ابتكر هندسه البناء وزخرفته الامير، مش مكتوب الاسم خالص، وقام بتنفيذ المعلم محمد عفيفي، وذلك في تاريخ 1248 هجري. بس الناس اهي داخله، يلا بينا وندخل نتفرج نشوف في ايه جوه. يلا بينا، انها الصدف السعيده يا ولاد. واو بجد، حاجه حلوه جدا يعني. بصوا انا مش عارفه، انا هضطر ان انا اقطع عليكم الفيديو وارجع تاني، لان هي طبعا صدفه بحته يعني. بعدين هنشوف ايه الدنيا اللي جوه، وهطلع لكم لايف تاني. يلا سلام مؤقت.